مرحبا شباب، رجعت لكم بفيديو جديد. هذا ثالث فيديو بدون ما اقطع، وان شاء الله حيكون في رابع كمان. فيديوهات اليوم راح تكون مرتبة، بالذات لانه نحن هلا بشهر مين؟ شهر الالوان. الناس عم بيحتفلوا بشهر الالوان. هلا طبعا كل سنة بشهر 6 بيطلعوا جماعة الالوان، جماعة LGBTQLSMAPGKLMO، بيطلعوا بيحتفلوا، بيطلعوا مظاهرات واخذنا حقوقنا وبدنا حقوقنا وما بدنا هذا وبدنا هذا وبدنا. هذا كله بصير بشهر 6. بيعطوهم شهر واحد. هم نسبة 0.05% من العالم بيطلعوا عندهم شهر كامل يطلعوا يحتفلوا. عنده في عيد العمال يوم واحد، عيد الأم يوم واحد، عيد الأب يوم واحد. تبعون الألوان شهر اللي هم بيمثلوا 0.5% أو 0.05%، معطينهم شهر. هاي الحياة اللي خلص، هاي 2024 اللي احنا عايشينها هلا. طبعا حورجيكم اول فيديو هلا لكرتون مشهور للاطفال اللي عمرهم حوالي 5 6 4 3 2 1، ما بعرف اعمارهم، بحدود اللي لسه عم بتعلموا الكلام، اللي لسه حكوا ماما بابا جديد، واهاليهم بحطوا لهم اياهم لما بدهم يفضوا، بدهم يعني وقت لهم وهيك بحطوا لهم اياه، بتابعون وبتعلموا منهم. والكرتون كتير مشهور على اليوتيوب، كتير مشهور، على ما اعتقد اسمه كوكو ميلون هيك شيء اسمه. فالكرتون هذا كان كله تمام، وضعه كله تمام 100%. الكل كان يحضروا، اولاد اخوي كانوا يحضروا، كله تمام 100%. يعني كرتون تعليمي، اغاني كيوت للاطفال وهذا الكلام. بس اللي صار انه اضطروا يحطوا الاجنده تبعيتهم، اللي هي شو؟ اجنده الالوان بكرتون اطفال. انتم متخيلين حاطين الوان بكرتون الاطفال؟ يا ريت اللي عمرهم 12 10 سنين 13 سنه اللي لسه بيعرفوا شو يعني احياء، بيعرفوا شو يعني الاحياء، انه بيعرفوا انه ذكر وانثى وبس. هون للاطفال اللي عمرهم 5 4 6 حاطيلهم بالكرتون ابهين، يعني بابا وبابا. يعني هو المفروض بابا وماما، هون في بابا وبابا. طبعا الغنية عم بتحكي انه شو رأيك تروح، عم بيحكوا الابهين، عم بيحكوا للولد شو رأيك تروح ترقص وهيك، نحن اكتر ناس بنحبك، او يور فانز، بمعنى نحن اكتر اشخاص داعمينك ومن هالكلام وهيك، وشو رأيك تعمل هيك. عم بيساعدوه على انه يطلع شخصيته، انه عم بيحاول يكتشف شخصيته، فهم عم بيساعدوه يكون شخصيته ويكتشفها. فاول شيء بيطلعوا له اياه انه انت ولد البس تبع الباليرينا او الباليه او اللي ما بعرف شو اسمه، واطلع ارقص. هذا لولد. هي المشكلة مو هلا اولاد صغار عادي عمرهم سنتين ثلاثة ما راح نحكي شيء، اهالينا كانوا يلبسونا تنورة ومن هالكلام، ما فيه شيء. بس هون عيني عينك مبينين انه الولد بدهم يطلعوه هيك، انه يطلعوه ملون مخربش. هون عم بيحكي له اذا ما بتعرف شو بدك تصير بس فكر شو بدك تصير وخليك نفسك. والطفل بيرد شو؟ انه اكون نفسي. بيحكي له يب، يس نعم، كون نفسك، كون قوم نعرف مين قوم مين. بس عم بيحاولوا يدفعوا أجندة الألوان حتى هلا على الأطفال. قبل بدوا أول شيء على الكبار، بدوا بحملة النسوية، بدوا بحملة ما بعرف مين، بدوا بشيء، بدوا بعدين حققوا اللي بدهم إياه مع الكبار. عادي تتحول، عادي تصير بقرة، عادي تصير ضوء، عادي تصير حبوب، شو ما بدك. أنت إنسان فيك تتحول زي بنتن. هذا كان كله مطبق على مين؟ مطبق على الأشخاص اللي زادوا 18، البالغين بشكل عام. بس شوي شوي بدوا يطبقوا هذا الشيء على الاطفال. بدوا باللي عمرهم 13 14، زي فيلم سبايدر مان لما نزل الكرتون حاطين كوير از نورمال، كلمه غريبه ما حضرته، بس انه بمعنى انه هذا الفيلم كان موجه للناس اللي عمرهم 15 16 14، المراهقين بشكل عام. بدوا بالكبار، وصلوا المراهقين، راحوا على اكثر كرتون مشهور للاطفال بالذات تبعون الاجانب اللي هو كوكو ميلن، وصاروا يحطوا الاجنده تبعتهم انه عادي يكون بشو ما بدك، وعادي يكون عندك ابوين، اب واب، ذكر وذكر. والمشكله وين؟ انه هدول هم نفس الاشخاص اللي عم بيحطوا هاي الاجنده، عم بيحطوا اجنده انه عادي تكون بيدوفيلي، او اللي هو شخص كبير بالعمر ويحب الصغار، وصغار بمعنى صغار كتير. ما بعرف شو احكي، انا جد والله ما بعرف شو احكي. بس هاي سنه 2024 باختصار. خلينا نروح على فيديو تاني لانه هذا الفيديو بينرفز كتير. هذا اخوي وهذا فلتر، قسم بالله ايدي مو فلتر. تعال لايف شوف بعينك، ايدي مو فلتر، تعال.
هذا اخوي، هذا مو فلتر، هذا اخوي، هذا مو فلتر، تعال اللايف، تعال شوف الفلتر. المشكلة مبين الدموع اللي حاطه فلتر، كله عباضه حاطه فلتر، ايديه فلتر، لبسه فلتر، كل هذا مشان يقعد يتشحت باللايفات. حتى لو عنده اعاقة بايده، برجله، براسه، بعينه، شو ما كان يكون، بيستغل هاي الاعاقة وبيروح بيفتح لايفات تيك توك وبيروح بيحاول يجمع فلوس من وراها. والمشكله ما بيوقف، ما عنده حد معين من الفلوس اللي يدخلها، لا بيضل هذا فلوس، هذا فلتر، هذا فلوس، وحط فلوس فلتر الدمع وما بعرف هذا بيضل يعيد نفس الجمله، هذا فلوس، هذا فلتر، هذا والله ما في فلتر، هذا والله ما زين، هذا ما كويس. المشكله في مجموعه من هدول الناس اللي بيستغلوا اي شيء معاهم، ان كان عندهم مشاكل جسديه ولا ان كان عندهم ما بعرف شو، يعني بيستغلوا اي شيء بلاقيهم بوجههم، جيب لهون خليني استغله طلع فلوس، وما بيوقفوا. زي في واحد بيضل يحكي انا سمكه، انا سمكه، انا سمكه، انا سمكه، انا سمكه، لحد الان قاعد بيفتح لايف انا سمكه، انا سمكه. والمشكله في ناس بتبرعوا له، في ناس بيقعدوا على التليفون تك 500,000 درهم، تك خد اسد، تك خد ايس كريم. يعني الغلط مش عليهم، الغلط على الناس اللي عم بدعموهم، غلط الناس اللي عم بيساهموا انه ينتشر هذا الشيء بزياده. طبعا تيك توك اقوى برنامج تواصل اجتماعي هلا صار، وفتح باب رزق لكتير ناس، بس في ناس حلبوا امه، حلبوه بأسوأ الطرق. نيو في ناس بيستغلوا اذا اولادهم من ذوي الاحتياجات الخاصه، بيستغلوا اولادهم. يعني اوكي انت شخص عم تستغل الاعاقه اللي عندك ولا شيء، هذا الشيء بيرجع لك. بس اب ولا ام قاعده تستغل احتياجات بنتها ابنها مشان تطلع فلوس، والمشكله بيغتنوا. يا ريت انه بيطلبوا اكل خبز شيء، لا بيغتنوا ما بيوقفوا، بيضلوا يمثلوا الفقر. طبعا الا في نسبه ضئيله جدا من الناس اللي بيفتحوا لايفات وبيقدموا جد محتوى، بيحاولوا يطلعوا الرزق الحلال من وراه، مو اللي بيقعدوا بيستغلوا الناس المساكين هي. يا غالي احكي لك شغله. انا اليوم بدي اخطف بنت، اوكي بدي اخطفها نهائيا، بدي اخطفها، بدي منك 20,000 دينار، اوكي؟ يا حبيبتي، لا والله ولا شيء، كنت بحكي لك مع ابن عمي، قلت له اليوم انا وياكي بدنا نسافر منطقه حلوه ومنطقه بتجنن، اوكي؟ لا انا هيك قلت له، يعني قلت له مضبوط انا بدي اخطفها، بس بدي اخطفك من محبتي لإلك، فاهمة؟ انا بحبك بدي اياكي وانت تحبيني. اليوم جهزي حالك بدنا نسافر، بتجوزك برا، اوكي؟ بدي اتجوزك انا برا، جهزي حالك. طبعا اللي ما بيعرف مين هذا الاخ مراد. الاخ مراد حبيب الدنيا كلها. الاخ مراد صانع سكتشات، طالب ايادي بنات الناس. الاخ مراد كل شيء، محتوى عبارة عن كل شيء. شو ما بدك بتدخل على حساب اخ مراد وبتلاقي عنده كل انواع المحتوى، عنده جيمنج، عنده حلب، عنده تعليم، عنده شو ما بدك عنده. هذا مثلا هون بالفيديو اللي فهمته انا من الفيديو، طبعا ما فهمت ولا كلمه، بس على لغه الاشاره تبعت الاخ مراد، انه اتصل لواحد وحكى له بدي اخطف البنت، وهو طبعا قاعد بشقه مع بنت، على اساس هاي البنت ما حد بيعرف مين هي، وهي يمكن احتمال كبير بنت مش موجوده، بس بعقله موجوده هي، او بس للسكتش. يعني طبعا السكتش بدون ادت بدون كات، هو مشان يخلي الواقعيه اكثر ويخلي المصداقيه بينه وبين المتابعين، بيخلي المصداقيه هاي لاعلى حدود، لدرجه انه ما بيعمل كات، حتى صوت البنت ساتر عليها. فالاخ مراد شو بده يعمل؟ بيتصل على واحد يخطط معاه، او بيتصل على اهل البنت، انا والله ما فهمت، بس عم يخطط مع شخص انه يخطف هالبنت ويطلب من هذا الشخص 20,000 دينار، على ما اعتقد دينار اردني اللي هو بسوى تقريبا 50,000 درهم. نحن نفترض حنسمي هالبنت لين تدخل على الاخ مراد وهو عم بيحكي هذا التليفون، فالاخ مراد بيرتعب وبيحط التليفون وبيحاول يرجع الموضوع باي طريقه. لا بدنا نسافر، وطبعا مو متوتر، عامل حاله مش متوتر هو من البنت هي اللي هي لين. اللي فهمته طبعا هي ما حكت، على حسب الاخ مراد شو عم بيحكي، انه هاي البنت حكت له انه سمعتك عم تحكي انه بدك تخطفني وهيك. فالاخ مراد شو رد؟ حاول يرجعها، انا بدي اخطفك من حبي الك. ترقيعه شيء مرتب. الاخ مراد كرييتيف بشكل مش طبيعي، وبيجي بيحكي لها انه لا بدي اخطفك ونروح نسافر وراح اتزوجك برا، يعني قاعد معاها بالحرام بنفس الشقه وعم بيحاول يخطفها. الواحد ما بخطف هيك، بس خلص تمام شو بدنا نحكي، هذا الاخ مراد هو صانع سكتشات. يا غالي البنت صدقت يعني، اوكي؟ بيخطفها خطف، وما بدي اتجوزها يعني. ما بدي اتجوزها، بدي بيعها لهي النادي، انا بدي مصاري، اوكي؟ خلاص بدي مشي معي، سلام. مثل ما شفتوا لين طلعت من الغرفه وعلى السريع رجع اخذ التليفون، هو ما سكر الخط، خلاه على الخط للرجال اللي بده يساعده يدفع له الفلوس، او بده يساعده يخطف البنت، ما بعرف. ما
ضيعت. فبده يخطفها لانه محتاج مصاري، وبيجي بيحكي له لا والله البنت صدقت الترقيع اللي انا حكيتها، صدقت هلا بدي اخطفها وابيعها. اخ مراد شو اللي تبيعها؟ مش هيك يا اخ مراد، شو هاد؟ قال بده يبيعها، هي سلعة بدك تبيع البنت اللي مش موجودة؟ اخ مراد قبل فترة كنت عم تغصب صاحبك يخطبك اخته غصب عنه، كان غصب بدك تتزوج اخته. انت واحد خايف، انت واحد زبالة، انت واحد ما بتفهم، انت واحد كنترة. ليش؟ بحكي لك انا بدي اتجوز اختك، ما بتعطيني اختك لويش؟ طب يا اخي الشاب ما بده اياك، هلا بدك صرت تاجر مش هيك يا اخ مراد، مش هيك ابدا، ما بتزبط، بس عليه سكتشات مرتبة. المهم شباب وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوا اللايك والسبسكرايب، واذا حابين تعملوا لي منشن او تبعتوا لي اي شيء ابعتوا لي على انستغرام او التيك توك، وبس والله مع السلامة.